إلى السويد واتصالات رئيس مجلس النواب كريم غلاب مرفوقا بوفد من رؤساء الفرق البرلمانية مع ولية عهد المملكة وعدد من المسؤولين الحكوميين السويديين همت أساسا العلاقات الثنائية بين البلدين. من ستوكهولم مراسلة مفدايا الأولى بلادي الجحفي ومحمد الناصري. القصر الملكي بستوكهولم صباح هذا اليوم وصاحبة السمو الملكي الأميرة فيكتوريا برناديت ولية عهد المملكة السويدية تستقبل رئيس مجلس النواب السيد كريم غلاب. اللقاء الذي حضره سفير المغرب بالسويد السيد بوشعاب يحليه شكل مناسبة استعرض فيها رئيس مجلس النواب أوجه التعاون بين المملكتين المغربية والسويدية وسبل تطويرها خدمة لمصلحة الشعبين الصديقين. ولية عهد المملكة السويدية عبرت عن إعجابها بالإصلاحات السياسية والاقتصادية والاجتماعية التي انخرطت فيها المملكة والتي جعلت منها إحدى الدول الرائدة في مجال النهوض بأوضاع المرأة وحقوق الإنسان بصفة عامة، الشيء الذي جعلها نموذجا في مجال ترسيخ قيم الديمقراطية في المنطقة. وكانت هذه مناسبة للوقوف على العمق التاريخي للعلاقات من بين المملكتين، وعبرت صاحبة السمو على إعجابها بمسلسل الإصلاحات الديمقراطية التي يعرفها المغرب وجرأة المغرب في التقدم في هذه الإصلاحات المهمة. تأتي هذه الزيارة تتزامن مع ذكرى 250 لإحداث علاقة دبلوماسية، بحيث أنه وقع في ذلك الحين 1763 وقعت معاهدة للسلم وللتجارة ولحماية البواخر السويدية من أخطر القرصنة في ذلك الحين. وبمقر وزارة البنى التحتية والطاقة كان لرئيس مجلس النواب مباحثة مع وزيرة البنية التحتية والمقاولة والطاقة السيدة كاترينا إنستر سفيرد. اللقاء تناول فيه الجانبان أوراش التعاون الممكنة بين البلدين خاصة في مجال البنية التحتية كالموانئ والطرق السيارة والتجهيزات الأساسية. بعد ذلك قام الوفد النيابي المغربي بجولة داخل فضاء بلدية ستوكهولم، جولة تعرف خلالها الوفد النيابي على مختلف مرافق قصر بلدية العاصمة السويدية الذي يعتبر من أهم المآثر التاريخية والسياحية بالعاصمة. الوفد النيابي استمع إلى إيضاحات وشروحات حول طريقة عمل المجلس البلدي لمدينة ستوكهولم والذي يضم 100 مستشارا جماعيا يمثلون 7 أحزاب سياسية. وبمقر وزارة الدفاع اجتمع رئيس مجلس النواب بوزيرة الدفاع في حكومة المملكة السويدية. اللقاء شكل مناسبة بحث فيها الجانبان الأزمة في مالي ودور المغرب الفعال لإيجاد حل لهذا النزاع الذي يهدد منطقة الساحل والصحراء. تبحثنا بخصوص القضايا المشتركة وتحدثنا حول رهانات ما بعد الربيع العربي والوضع في مالي، وأكدت للوفد المغربي أن السويد ستحاول المساعدة على استتباب الاستقرار والأمن في مالي. ولدعم آفاق الاستثمار بالمغرب التقى رئيس مجلس النواب والوفد النيابي المرافق له مع أعضاء جمعية أصدقاء المغرب والسويد المهتمين بالاستثمار في المغرب. شيء جد إيجابي بالنسبة للعلاقة المغربية السويدية، وحضور رئيس مجلس النواب المغربي هنا ترجمة لعلاقة عريقة عمرها أزيد من 250 سنة. المغرب كان من البلدان الأوائل التي أبرمت معها مملكة السويد معاهدات واتفاقيات. المغرب والسويد هم يتقاسمان كبلدان وكمملكتين عدة عناصر متشابكة فيما يتعلق بقيم العالم الحر والقيم الديمقراطية وقيم السلام، ويشاركون في عدة منتديات جهوية ودولية. لقاءات رئيس مجلس النواب هنا بالعاصمة ستوكهولم توجت بلقائه مع أفراد الجالية المغربية المقيمة بالعاصمة السويدية. خلال هذا اللقاء تعرف السيد كريم غلاب على مطالب الجالية المغربية المقيمة هنا وعلى انتظاراتها، حيث وعدهم بإيجاد حلول عاجلة لمطالبهم المشروعة.